صفات كلها مميزة وفخورين بها شديد، لكن مما جد جيل زي ما بقولوا الما معروف لا معانا لا معاكم ده بوظ سمعة السودانيين نهائي، بوظ سمعة الرجل السوداني. البنات المشى مصر، الفتح بيوت هناك، الفكن العرش يا جماعة نحن أنا غيت واحد من الناس أقسم بالله العظيم لما أتذكر الحاجات زي دي لو قدامي أكل ما باكل، لو بشرب لي في حاجة برميها من يدي، لا دق مغصة بس مغصة أقسم بالله العظيم. ما عارف إنه نحن الزمن بعد كده حيمشي بينا لوين. يعني كرامة الرجل السوداني خلاص اتمحت، كرامة الشعب السوداني اتمحت. الله يلعن الحرب شتتتنا ودمرتنا وطلعت روحنا، وخلاص نحن بقينا خلاص سمعتنا بين الشعوب بتتدنى. يعني زي ما كان زمان اليمن ما شاء الله كانت من أكثر الدول ما شاء الله فخرا وعزا وعروبة، لكن مما جات الحرب دي الناس خلاص بيضربوا بها المثل في أي شيء. حصلت مظاهرات، حصلت أي شيء، بقول لك بكرة بتبقوا زي اليمن. وفعلا في مرور الزمن برضه حيضربوا بين المثل. أي دولة مجاورة تقوم فيها مظاهرات، تقوم فيها أي شيء، بيقول لك حتبقوا زي السودانيين، حتشردوا زي السودانيين، حتجوعوا زي السودانيين، ما تلقوا اللي بتاكلوهم زي السودانيين، حتكونوا لاجئين زي السودانيين. كلمة لاجئين دي طول حياتنا ما كنا بنسمعها. الناس الدول كنا بنستضيف الدول عندنا، لكن أول مرة نحن نطلع برا لدول يمسحوا بكرامتنا الوطن. فنستاهل بجد نستاهل. والله الحساني الوضع مزري بصراحة، مزري شديد والله العظيم. يعني كون انه حسي بيقوا يقفوا لهم، حسي حيمشوا بكره المدارس. في ناس كثيرة قالوا ما حيودوا اطفالهم المدارس، تخيلوا ما حيودوهم المدارس. وفي ناس المدارس، بعض المدارس قالوا السودانية حتقفل، لانه شوف حتى قالوا الاسعار 4000 و5000 للطفل الواحد. المصريين ما كان عندهم المبالغ الخيالية دي يدفعوها. من وين يجيب الواحد إذا راتبه كله 2000 جنيه؟ من وين يجيب الأربعة وخمسة آلاف للشقق؟ كل الشقق اللي في مصر حتى الإيجارات القديمة ارتفعت أضعاف. كله ده من شنو؟ من الناس اللي بيقول لك عندهم يلا ديل، ما هم ديل بيوروا المصريين. لو هم كانوا بيحنوا لسماسرة السودانيين من البداية ما فتحوا لهم الباب للمصريين، ما كانوا كلهم بيبقوا نصابين لو بيحنوا عليهم. لكن هم بيقول لك عنده ديل جاي من السودان، عندهم هم حتى شايفين أي زول جاي من السودان عنده قروش كثيرة، عنده أملاك وعنده قروش. شايف أنا شايف السوشيال ميديا حتى في جزء منهم طلعوا الناس الإعلاميين أو أصحاب المنصات الكبيرة، فقالوا الأماكن اللي بياكلوا فيها السودانيين أو المطاعم اللي بياكلوا فيها السودانيين بيقولوا نحن عمرنا وطول حياتنا نحن ما دخلنا المطاعم ده كلنا فيها. وقالوا السودانيين الآن ساكنين في أفخم الأحياء من الشقق، هم الآن ساكنين فيها. ده لو دل بدل على إنه معاهم قروش. طيب ما مشكلة، قلنا معاهم قروش. طيب الاستغلال ليش من جنس بلدك؟ لما يجيك واحد من بلدك سمساري، واحد ما عنده كرامة، واحد زي ما بقولوا تافه ما يسوى فردة نعال معفنة، يجي يضحك عليك عشان ياخد منك قرشين ولا 3 قروش وهو عارف وضعك في السودان شنو، فده تبقى قمة الغزارة. انت جابوك فزعة ما جابوك وجعة، انت عارف اوضاع البلد، عارف الحاصل في البلد. لما يجوك ناس متشردين من هناك وانت عارف وضعهم شنو، فحاول ساعد بقدر المستطاع. ما قال لك تجزرهم جزر. يا اخي الناس زي اللي عندهم ممكن تكون عندهم عربية باعوها، عندهم ذهب باعوه، القروش الشايلينها ممكن تكون قروش محدودة، عندها فترة مؤقتة ممكن تنتهي، بعدها حيمشي وين؟ هيعمل شنو؟ نمولة ازاي؟ ما عندهم مصير للشغل. عندهم محلنا يا اخي، محلنا حلوه والله العظيم. نمولة بتاكلي في شنو يا نمولة بالليل ده؟ هاي انا الدويه كيفك؟ ازيك؟ لا انا الدوش. هلا والله. كويسين، كيف حالكم؟ باكل في شمام تمام والله. انا بستغرب هي بتاكل في شو بتنفخ بعد ما تقرب لفما بتنفخ. والله العظيم انا كنت بتاكل في حاجه سخنه. برايك كده والله بارد، بتكون باردة. برايك عارفة اضحك قلت الناس وبارد بتنفخ فيه. نمولة شغالة جغم شديد. ندوية ازيك وحشانا؟ كيفك يا سميرة جوجو الحمد لله حسان بخير. كلكم كويسين؟ يا هلا والله أخباركم حبايبي. طيبين؟ والله والله الحمد لله بخير الموضوع وعافية. أثارني وحاولت أطلع مع إني نحسانة،
لكن للأسف الشديد لم يتقفلوا المدارس لأجل غير مسمى، كل المدارس السودانية. ده كمان المشكلة الأساسية الحدعوق الطلبة والأطفال. والله مأساة السودانيين. أعتقد هم عايزين يدمجوا المدارس السودانية مع المصرية، والمصريين كشعب معترضين، مش مبسوطين لا بالحكاية. لا ما كده. لا. عايزين إنه الناس يقفلوا المدارس عشان يضغطوا السودانيين يمشوا يسجلوا في مدارس مصرية ويدفعوا عشان يرفعوا اقتصادهم هم. ما السودانيين هم المصلحة تمشي للسوداني. وبقى أيوة. في تفتيش وأمس برضو قابضين واحد قريبنا كان دكتور بيختم بتاع رجال، والله قبضوه وشكوا عليه ناس العمارة. يتقبض في تفتيش. بالمناسبة المصريين شكلهم عاملين أجهزة بتاعت ترصد ولا كاميرات مراقبة، لأنه بقت أي حاجة عند السودانيين مكشوفة لديهم. يعني الأمن شغال شغل رهيب بكثافة يعني. انت عارف الناس زي اللي عندهم حقد دفين من يوم ما زي ما بقولوا كان اقتصاد مصر كان اقتصاده ضعيف بسبب اللحوم. أيوة. وبسبب في حاجات كثيرة جدا كان ناقصاهم، والشعب السوداني كان واقف في الشمال أو في مش الباصات، الشاحنات اللي كانت بتشيل من السودان وبتجيب إلى مصر. زمان كانوا محترضين. أيوة، هم من أكثر الشعوب اللي بتحقد بطريقة مدمرة، يعني بيدفنوها لك لحد ما يجي اليوم اللي بتحتاج ليهم. أنا المصريين أكثر ناس اشتغلت معاهم. هربوا ثرواتنا كلها عن طريق القاهرة وعن طريق أثيوبيا وتشاد. مواردنا دي بالضبط كده. كانوا في الفترة الأخيرة السودانيين بدوا يضغطوا يحاولوا يوقفوا الصادر. انت عارفة زمان مصر بتصدر البصل لكل الخليج، تمام؟ من يوم ما الحرب دي حصلت في السودان وعرفوا انه السودان خلاص النسبة اللي كانت بتشيلها من السودان عشان تصنعها وتسجلها باسم مصر وترسلها الى الخليج، فبقت ما في، فمنعوا التصدير من الخليج. الآن مانعين التصدير من الخليج يا دكتور مرة. حسن، الخليج ما محتاج يشيل من مصر. الخلايج الآن السودان 3/4 المشاريع داخل الشمال والشرق ده كله مشاريع إماراتية من زمان. بالضبط كده. عندهم مخزون بيخزنون السودان وفر لمدة 5 6 7 سنة. انت بتفتكر انه مصر دي حاجات شكلية ساي. الإماراتيين ما محتاجين عشان يشيلوا صادر من مصر، هم بيجوا يصدروا وبعدين من حقنا. الخضار والحاجات دي اللي بتيجي من مصر أغلبها فاسدة، فمش الخليج ما بتسمحش تستورد من مصر على فكرة. ايوه صح. أغلب حاجتهم بتكون فاسدة، خضارهم مش نظيف. فواكههم لا السيسي ما شاء الله عملوا محميات ايوه الفواكه بيروها بدمواق مية مجاري الصحي والمجد. ايوه والله انا بس مزعلين من الاطفال، لانه يا داب روحهم المعنويه بدت تعلى وبدت يعني يا ندوية ما اقدر اقاطعك، لكن الليله شفتي بالنهايات البيضاء بقول لك في الجيزه موقفين في كذا حي بيقوا يشيلوا النسوان والاطفال. انت متخيل حسي ده ودوهم وين ولا حاصل لهم شنو؟ والله العظيم حاجه تحرق الروح يا اخي. بجد يا جوجو، المصريين بيقوا يمارسوا اساليب كده، اساليب ضغط بطرق غير مباشرة على السودانيين عشان يرجعوهم يعني لبلدهم، مع انهم لو حسبوا حسابات دقيقة اموال السودانيين دي كلهم جو داخلين بقروش، يعني دي تنمية لهم هم لاقتصادهم. يعني ما في حس السودانيين ما عندهم مشاريع كده ثابتة فتحها في مصر عشان يسترزقوا منها، بالعكس قافلين منهم الماسورة عديل كده. يعني اللي عندهم الناس بقت تاكل من سنامة، وسنامة ذاته كمية
يعني حيجيبوا من وين؟ ما لازم يفتحوا لهم منافس عشان يقدروا يتعايشوا بها، لأنه الإعاشة في مصر مستوى الإعاشة بقى غالي أي شغلة. ونحن لينا بالمناسبة ضلع كبير في يعني في الغلاء الحاصل في مصر، وده خلى الشعب المصري يحرض على السودانيين، وبيقوا يعملوا يعني يرفعوا في الميديا وفي الجرايد وفي الإعلام بتاعهم إنهم متضايقين، فبيقوا بيضغطون بطرق يعني ملتوية ما دايركت، عرفتي؟ عشان المجتمع الدولي ما يقوم يفتح أبواب على مصر وحروبات على مصر. فحاجة مؤسفة شديد كله، يعني احنا نقول خلاص بس يعني. انتوا عارفين انه اي لاجئ هو جاي من السودان مسجل في منظمة الصحة العالمية للاستقاصة، تمام؟ فمصر على كل لاجئ فهي بتاخد نسبة من برا بتجيها. شوف الناس دي الأذكياء كيف، فالشهري بتجيهم نسبة، أيوة عشان تمام؟ يدخلوا التهريب. وبعد ده أيوة كله قاصدينهم أيوة قفلوا نعم، المطارات عشان يفتحوا التهريب، عشان التهريب الأمم المتحدة بتديهم قصاد كل لاجئ بتديهم بالضبط. قروش. أيوة دي ما حاجة لاعبين المصريين لصالحهم. قلت لك مستفيدين من السودانيين من أي ناحية، من أي ناحية مستفيدين، وبعد ده كله ما خلينا، لأنه الشعب متضرر من الغلاء، بعدين عندهم حاجات مدعومة بيقوا يستفيدوا منها السودانيين. يا ندى، بطايق التموين من زمان يعني مسموح للمصري والسوداني، يعني أي سوداني عنده بطاقة تموين في مصر. كان زمان كده، أنا معرفش الوضع دلوقتي، لكن زمان السكر والزيت والحاجات الناس بتاخدها من الجمعية الاستهلاكية، السودانيين كمان كان مسموح لهم ياخدوها على فكرة، فكانوا بيعاملوهم المعاملة دي. لكن السيسي ده زي ما انتوا عارفين مش كل الناس زي بعضها، الحكومة الجديدة دي عارفة المصريين قبل السودانيين. نحن بجد بقينا زي ما بقولوا معتادين على الذل وعلى الإهانة. لما البلد دي زي ما بقولوا خلاص دورت فيها كم ولاية آمنات، ممكن تمشي تعيش بكرامتك، القروش اللي انت شايلة دي ممكن تعيشك في أمان الله لحد ما ربنا يصلح الحال. على كده يا دكتور، حتى لكن الناس اللي مشوا هم الولايات ذبحوهم، ما شايف الإيجارات عاملة قدر شنو في برسودان وفي وين وفي وين وفي مدني وهنا. شوف حتى نحن في بعضنا كعبين يا أخي، مش ناظرين من الغرباء شنو. انت لما تشوف انت ذاته تعاملوا مع ناس الولايات كيف للاجئين، واحد مؤجر ب 200 و 300 مليون و 500 مليون في غرفة عليك الله ما تسوى شيء ذاته. كانوا بس دقوا لهم يعالجوا خيم، بس شنو انت ويخلوا عارف شنو. كان دقوا لهم خيم. ايوه زول بس كان يمشي يشتري خيم، يشتروا لهم خيم، يجيبوا لهم يدق والله لا بأجر ولا بالضبط بدفع كده قروش بس. زي دي. يجيب لي قانون وخيمة بقعد فيها لحد ما الله يفرجها. اجيب لهم من وين يعني؟ استهبلوا دي اللي قاعدين. لك تخيل انت من ولايه لولايه فرقك منها ساعتين، حسي مدني وهنا والخرطوم. يعني انت جاي تتذكر الشقق كيف اترفعت والايجارات، وفي ناس طلعت من بيوتها عديده عشان تستثمر. اقول يا اخي الطمع والجشع لا ده. لا 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 صح. والله والله مساكين. وانت حاسس اللي اتضح شنو؟ انا حاسس انت زول قاعد جنبي راجل اختي، لكن تخيل الحاصل انه اصلا ما قفلوها يعني عن فراغ، قفلوها لانه عايزين يغيروا. قالوا المصريين لانه المدارس ما كل مدارس كبيرة كانت على اساس انها ما يعني بتتأجر كمنازل، يعني عرفتي كبيوت وفلل. فقال ليك عايزين يغيروا العدادات من عدادات منزلية لعدادات تجارية. مشوا رسلوا استفتاء لناس السفارة السودانية على أساس يحصروا لهم عدد المدارس. السفارة قالت لهم نحن ما عارفين الناس اللي فتحت، يعني اللي بضرك منك وفيك، عرفت؟ يعني لفتوا نظرهم لأنه في مدارس اتفتحت بطريقة غير مباشر، فبدوا يعملوها في الأمن بقى يبحث عن الحاجات دي عشان نحصر الموضوع. طوالي قفل
قفل المدارس لأنه قالوا لأجل غير مسمى. والله كان ما الدنيا ساهي. السلجوا لدولة مصر، ومصر هم لاقين ياكلوا ولا لاقين يشربوا. ناس حالهم أسوأ من حال السودان، لكن ساي زي ما يقولوا ناس متمسكين وناس عايشين على متلهلهين. أكتاف السودان بالمناسبة، ونحسهم بالضبط كده. متضررين. مصر دي اقسم بالله افقر من السودان بمليون مرة. بجد الناس دي كلهم كانوا عايشين على قف السودان، لكن يا خسارة الباعونا المشكلة بيسمعوه حمنا ودمنا. والله في الشوارع بيسمعوهم في اذانهم، بيقولوا نحن ما ناقصين، ارجعوا بلدكم الله يقرفكم، نحن ما ناقصينكم. بيسمعوا لهم في اذانهم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف إن شاء الله كلكم طيبين؟ يا هلا ويا مرحبا. الحاصل شنو في القاهرة؟ شايفة الناس كلهم زعلانين، والسودانيين مشوا بحقهم، كل ما حاصل شنو في القاهرة، مشوا كل ما بقروشهم. حاصل الناس شنو، ديل ما كانوا يحلموا المصريين ديل. أي شي حاصل. أصلا شوف يهود ولا المنطقة دي لازم تتضرر من الحرب، أي يعني لكن لازم البنات تستلقي نار والأطفال ديل جانبهم شنو المدارس، الحرب، يقفلوا المدارس لكن ما كيف؟ المعاملة ما تكون بس كده يعني حادة للدرجة دي، لأنه يا أخي الظروف في مصري السودانيين. هسه عامل له تيك توك بيشتم في السودانيين شتيمة بطالة، كلام ما كويس. والسفارة وين الناس يعني؟ يا بي اتش عليك الله سفارة شنو هي 200 كان في سفارة أصلا. ليك الله عن الدنيا دي بهدلت السودانيين دي كيف يعني؟ احنا ما بنستاهل يكونوا كده الناس دي. شوفي لو المدارس يا PH مفتوحة قانونية وعندهم ورق أكيد مش هيقفلوها. هم لازم يعرفوا إن الشخص ده إذا مقيم في مصر مقيم وعنده ورق ولا لأ. لا إذا البزنس عندهم. ده عنده أنا ورق، عندي مش لا كل لا المدارس عندها ورق، مش كل والله المدارس والله مبنية بطريقة عندهم قانونية. وعندهم شقق تمليك، وأصلا كانوا بيقروا هناك، عرفتي؟ بس هم ما عايزين، يعني ما عايزين بعدين سودانيين. 3/4 السودانيين دول مملكين في مصر، يعني ما أيوة مشوا عشان بيشغلهم في الحرب في رمضان ده المهندسين. عادي. الناس العددية الجديدة اللي دي دخلت، الناس الجديدة اللي دخلت بطريقة غير قانونية هي ضرت الناس اللي عايشة هناك، عرفتي؟ أيوة لكن اللي هم دخلوا من أصلا غير ورق هم أصلا ساكنين من زمان وعندهم شقق يعني. دول هم هم مالهمش دعوة، دول عندهم شقق وعايشين وساكنين وعندهم إقامات وبيجددوا إقامتهم. إنما اللي جم جداد داخلين تهريب وما عندهمش ورق هم دول اللي هيترحلوا. هم ادوهم فرصة على فكرة من فترة، قال لهم صححوا أوراقكم، صححوا أوراقكم، يعني تروحوا على المجمع واعملوا إقاماتكم. اللي عمل واللي ما يا عملش أكيد ما بيعملوا هيترحل. لهم هم لاعبين لعبة، بيعملوا بيقولوا لهم بيمشوا إقامة ليه المفوضية، يعني؟ ليه بيمشوا يعملوا لهم المفوضية إقامات؟ بشيلوا هدول جايين في عددية ظروف بتاعت معينة. حرب. حرب مش حرب، انت بيمشوا لازم يكون عندك إقامة. احنا كنا عايشين كده في مصر والسوريين كانوا عايشين كده، ده قانون بلدهم هم كده. انت عارفة يا تمشي بالقوانين سميرة، بتاعتهم. السوريين عارفة مختلفين من السودان. يا السودان سميرة، يعتبروهم النيل سميرة ده واحد. ايوه انت اي عارفة حبيبتي. هم هاي مفروض كيف إن شاء الله كويسين بيقفلوا كلكم. المفوضية، بيقولوا حصلت مشكلة. كيفكم يا جماعة إن شاء الله كويسين. شوفي موضوع المفوضية يا دي هلا يا يا ندى، على مرحبا فكرة الله. المصريين بياكلوا الفلوس دي، انا عارفاها. يعني مثلا مش الشخص بياكلوها، بيمشوا عشان بياخدوها. يقدموا، السودانيين عايزين يقدموا، بعد شوية بقوم البوليس بيفرتق الصفوف الناس الواقفة وبيعملوا مشاكل ويفكوا فيهم البومبان عشان ما يدخلوا عددية، عايزين عددية معينة، ويجوا يملوا الليستة بأسماء مستعارة، لأنه الحاجة دي بترجع لهم هم بفايدة. الناس دي لاعبين وماكلين من ورانا بالمناسبة، كلهم أكل ماكلين من كلهم. عايزين من يستمتعوا العالم اكيد. ما طبيعي. كيف يا زهرة، أخبارك يا مياء؟ تمام كيفكم انتوا إن شاء الله كيف كويسين. البيت يا حبيبتي؟ زهورة انت ازيك طيبة؟ عاملة ايه؟ الحمد لله. يا سمير هلا يا كيف مرحبتين. دكتور حساني والله كيفكم إن شاء الله مشتاقين. يا هلا ويا مرحبتين والله. والله بلا الله أكتر. يكرمك. جوزو كيف؟ بي اتش كيفكم هلا إن هلا شاء الله مياء، هلا كويسين.
أهلين أهلين. انتوا عارفين يا جماعة، أنا ما في حاجة بترفع ضغطي إلا طيبتنا. نحن شعب طيب. أنا دي ما بسميها طيبة، دي بسميها هبالة وبسميها عوارة في نفس الوقت. فعلا فعلا. نحن الأجنبي لما يجينا بنحتضنه بنديه جواز، بعد أيوة ما صحيح نحتضنه صحيح. بنديه جواز العاطفة دي البلد. زلقت السودان ودته في بالضبط كده. هاوية ما معروف. نقعدوا ما في عندنا احسن اللئامة المناطق يا وما عندنا الثاني. الكلام ده. أصل المصريين دي لما كانوا بيجي السودان كنا بيعملوا لهم إغامة. والله بنقعدوا نهائي. في احسن الهناية، بنقعدوا في السوريين، احسن المناطق. الصوماليين، بيقولوا له شنو غير الصوماليين. السوريين ده أيام الحرب شالوا منو ما شالتهم السودان يا إخوان. الصومال ديل ما كانوا كلهم قاعدين عندنا في السودان. وعليك الله يعني الزول اضطر إنه يجي تهريب احنا هاي ويدخل بعد تعب عايز يموت. يقول الكفار اللي احنا قاعدين معاهم ديل بيدخلوك وبيدوك جواز وبيدوك قروش بيساعدوك. والله الدين كله في أوروبا، يعني احنا شفنا الدين في طيب أوروبا. شنو ديل والله هدول في وشتان دول كلام العرب، بزيد. في الدول سالين قبل فترة العربية سايد والأفريقية مو ما في فارقين فيه أي ولا دين، شيء. ما في أي دين وما في أي إسلام. والله الإسلام ده الله يكرهون الدين واقسم بالله العظيم انا جماعة بقيت حاصل شنو في مصر؟ النواقي ما عارفين قفلوا الحاصل. المدارس يا زهرة، قفلوا المدارس السودانية كلها. أنا أولاد أخوي وأولاد أختي مشوا، قال لهم رجعوهم. أبوه لما مشى سأل قال له والله لأجل غير مسمى ما معروف الحاصل. والناس ليش؟ الجايين داخلين قالوا لهم والله تمشي ضغط شنو ضغط يا دوب ما العيال شوية تحرروا يعملوا لهم وحسوا مخيمات بتاعت لاجئين. تخيلوا. لا لا، الناس دول يا اختي ما دايرين يعيشوا من هناك، يمشوا اليو ان عشان يدوهم يدوهم شنو ما بيعينوهم. ناس اليو ان دول الدول البرة دي بتعينهم ما بتدين. بدون ما بدون والله ما بدون كلهم حرامية وما بدون يستلموا من ديلك وبيجي يدوهم مصري. يدوم شنو ما الزول يدوم. ديل يستاهل ربنا بس. السودانيين، السودانيين نحن ناس يعني سجاجة كدي عندنا وطيبة كدي لما عوارة ماشية بغابة. عاطفتنا دي قلت لك انتهت مننا وانتهت من لكن بلدنا. لسه والله الناس دول كانوا قاعدين هناك معانا، والله بنعاملهم أحسن التعامل، والله العظيم أحسن التعامل. أنا بتذكر في واحد ذاته مصري كان مأجر الشقة حقتنا دي، والله أبوي ده بيتعامل معاه بطيبة كده تقولي أخوه ولا أبوه، ومأجرني نحن شعب أهبل بسيطة. أنا لما أهبل بزعل أهبل عديد. نحن شعب أقسم بالله شعب أهبل. ذات طيبتنا طيبة، ذات عوير العوارة الواحدة دي. احنا ناس كريمين الناس دي كلها ناس بتتعامل عندنا بحذر، أخلاق. بتتعامل بحذر، لكن نحن بيديك احنا كل مشاعر وبيديك كل طاقة الأخوة لأننا وطاقة ناس من دون ما. نظيفين ناس يا كويسين. جماعة أيوة. زمان يا جماعة في مصر ما كانش طيب في يا إقامة دكتورة للسودانيين. يا دكتورة ندى كان في بطاقة كان في تكامل، كان في بطاقة تكامل، بطاقة وادي النيل دي كنا بندخل بالبطاقة لما كملوا مصالحهم معانا، ولما خلاص غطوا الحوجة بتاعتهم وانتهوا من مصالحهم من السودان ووصلوا المواسير بتاعت بيقولوا شنو السد العالي. المهم أمنوا نفسهم تماما، بعد ده خلاص وقفوا للسودان ألف. وده الغباء من منه؟ من الساسة حقنا نحن، لأنه هم السياسيين اللي عندهم الناس فتكين وحنكين بيعرفوا يدخلوا كيف وبيعرفوا بكل دبلوماسية يشيلوا منك احنا العايزين ما عندنا أي يقول لك مع حاجة. عندنا السلامة. حمير ما نحن عندهم ما عندنا أخلاق. وطنية لا أصلا. الناس زي قاعدين بيحققوا الشيء بعرفونا دي الإقامة دي عندنا حتى وطنية. يعني بيدفعوها من جيبهم، سكنهم من جيبهم هون، يعني على أساس شنو إنه مثلا يقفلوا ما المدارس. فتحوا مشاريع المدرسة دي ما باعتبارها فيها مكسب للسودانيين. هم عايزين السودانيين يستصلحوا منهم نهائي، ما يستصلحوا يعيشوا والله بس كده. ده زيه وزي وهسه الناس اللي عندهم المهاجرين. مطاعم واللي عندهم أيوة، أفران يعيشوا كلهم لاجئين، يعيشوا لاجئين ويستفيدوا منهم هم، والله لكن ناس السوداني ما يستفيد. الجماعة دي السوداني ناس يستفيد حوالين ليه؟ الجماعة دي. أيوة. والمشكلة أي واحد هو جاء عابر من خلال العبور، فهو مسجل زي ما بقولوا لاجئ. لما تجي الإعانة
فاللاجئ ده ما بيلقى ولا هللة واحدة بيقسموها من معاهم نص الحكومة. بالنص، قدر المسجلين بيقسموها معاهم نص بالنص، والما مسجل ده بيخطوا بدله اسم مستعار على اساس انه هو مسجل يا ريت لو وخطوه بدوهم بياخد. ان شاء الله ربع، ان شاء الله ربع، يا ريت لو بدوهم اقسم بالله قال لك ولا هللة. انا لا متواصل لا، في معي واحد قال لي المية في ولا هللة، المية في الناس دي المية بتاكل لا، وبتشرب من في جيبها، المية بده من ثلاثة، جيبها. في المية بده ثلاثة، في المية طب بده هسه ثلاثة. هيعمل شنو؟ هيرجع السودان ولا هيعمل شنو؟ اقتصاده رفعوا والله لنا في ناس اقتصاد. بدوا يرجعوا بالمناسبة، في ناس بدوا يرجعوا. يرجعوا وين؟ إلهم درمان قالوا أحسن. لا والناس اللي رجعوا، شفت هسه الان لو في ناس رجعوا ما بيحذفوهم من قائمة اللاجئين، بيخلوا اللاجئين دي في مكانها تمام عشان صح الإعانات تجي، الموجود والما ايوه موجود ايوه، هم كسبانين. يعني المصريين بالضبط كده. راجين انه يتجارموا يعني من زمانك، يعني المصريين دي سمتنا الاولى معروفين في الاجرام، فحسي الاجواء في يدهم، تقدمنا لهم في طبق من والله ذهب، أنا ما اشتغلوا بحبهم، على بخاف راحتهم منهم بعد عديد. كده. آه. ناس عجيبة. ما هو أول حاجة بالنسبة للنهب ولا زي ما بيقولوا ولا السرقة، عينك عينك تهبليه من ولف المطار الكلام من بيوقعك المطار. بأي طريقة، يعني بيحاول زي ما بس بيقولوا يوقعك في فخ بأي طريقة عشان يقدر يستفيد منك. ففي يا كل الدول يعني سمعتهم في كل الدول مش في السودان بس، دكتور في الحساني، كل الدول هم عارفينه والناس نصابين. هي دكتور ها والله ده يسرقوا الحساني الكحل من العين. داير اقول. والله العظيم ده لا حول. ده اللي عارفة بيعلمونا يا حق، زهرة، بيعلمونا زهرة الإجرام ده بيعلموا لهم حقهم. عارفة يا مياه، أنا بقرا في القصص بتاعت ياهو الصحف المصرية دي، في قصص بتتوارد طوالي، وفي الأخبار السودانية منزلين قصة الراجل اللي اسمه كمال ده، لو سمحتي بيه. جا من الخليج وجا أولاده، بعدين عنده ولده في الخليج ومعاه أولاده 2. جو قاعدين، جاب بزوجته وبناته كلهم قاعدين في عمارة واحدة، الأولاد معاه كل واحد في شقة مقابلاه. الراجل عنده حساب ونزله في بنك من بنوكات القاهرة دي، وبيمشي بيسحب كل فترة، بجيب الستيتمنت معه لما يسحب القروش يحطه في الدولار. لما ولده جا من الإمارات جاب مبلغ بتاع كم ما أعرف، على ما أعتقد 40,000 درهم، وعنده زي 10,000 دولار ولا كم معه. المهم يعني كده الحسابات، يعني بتوين كده، يعني أنا ما متأكدة من النمبر بالضبط كم. فسبحان الله، ولده الثاني برضو عنده يعني حفنة بتاع الدولارات، وولده جاي عندهم قروش مصرية، ديل خاتينهم من البيون وضعهم حق الأسرة، يعني يمشوا يفكوا ويجوا، وعندهم حسابهم في البنك الحساب الجاري اللي نزلوا فيه القروش. الراجل بيمشي يجيب، فقام لما جا طالع مرة جاي داخل العمارة، في أثناء ما دخل العمارة لاقوه 2 من الأمن المصري. قال ده له قال أنت أنت شغال في فلان، العملة ما؟ أيوة قال له أنت فلان الفلاني، قال له ايه أيوة. صح، كان كاتبين قال لي القصة. طالعين، يلا ورينا أنت جاي من وين. فتشوا لقوا عنده ياهو ستيتمنت بتاع القروش ومعاه شوية قروش في جيبه. قال له يلا ورينا شقتك. عارفين الشقة طلعوا قالوا حتى داسوا الأسانسير إنه طالعين في الطابق ده، وقال له لما حتى طلعوا منه قال له الشقة الثانية دي مش شقة ولدك، يعني في شخص راسم لهم البلان كاملة، مشوا على أسس، ما مشوا يعني عن فراغ، مشوا دخلوا لقوا عنده ياهو القروش اللي في دولاب، ودي كلها فتشوا في تفتيش رهيب، ودخلوا وين وبعد طلعوا منه دخلوا. قال له جيب ايوه، قال لي عايزين كل الاستيتمنت بتاعتك اللي عندك. هو مسكين كان بيحطها في محفظه، في المحفظه بتاعته اللي بيشيلها دي اليوميه دي، شالها طلع قدام الاستيتمنت كلها تمام. لما كلم ولده ده كان برا، ما دخلوا شقته، فتشوها قال لي ما تجي داخل، ولو عندك ورق ولا عندك حاجه تخلص منه.
دخلوا لولده التاني برضه شالوا منه كل القروش اللي عنده. مبلغ كبير بالمناسبة، يعني أنا حسبت المبلغ كبير جدا. وفي النهاية طلعوا بوليس، طلعوا ما بوليس. ساقوه، لا بوليس، ساقوه ومشوا. اتخيلي قبل ما يصلوا لما جو للقاضي واشتكوا هناك، فتحوا البلاغ، قالوا عشان يحولوا لي المحكمة. جاء المحكمة أول سؤال سألوا لي القاضي، قال لي أنت عندك ما يثبت إنه القروش دي تبعك وإنه في استيتمنت والتحويلات؟ أول حاجة الورق اللي دخل بيها عشان بالقروش ونزلها في البنك شالوها منه، وي استيتمنت صرف بقروش في البنك شالوا منه. قال له أنت تاجر عملة. طوال القاضي كتب إنه هو تاجر من تجار العملة. وعارف عمل شنو؟ القروش الشالها منه أول حاجة قال له المبلغ اللي عندك كده؟ قال لي لا أبدا، أنا ما عندي 10,000 درهم، أنا قروشي 30,000 درهم وقروش ولدي كده. نقصوا القروش الدخلوا كل المحكمة. عارفة المبلغ يمكن ربعه اللي استلموه ربعه. والراجل في النهاية اتفتحت له محكمة وقال لي ولده لما ولده كان ما في، قال لي ما تجي أصلا ما تسهر، خليك انت برا. وده كان في زوجته بس. قال له أنا حاشيل المسؤولية أنا على عاتقي. بقول له أنا ديل أبواتهم ما فيشين وكده. طلع إنه البواب وهو مباحث. اتخيلي وراصد الحاجات دي كله، وي سوداني داخل عاملين ليه شكله كاميرا قدام الباب وإنه تحركاته وكده. هل بتتخيلي إجرام أكتر من كده؟ ده مش مسلسل، هو فيلم. طبعا هي ما قلت لك في الجرام ده ما شاء الله وزي بارعين. القصة دي لو دخلتوا في هنا يقروا كده اسمه حالات سودانية في مصر، بتلقوا قصص مشابهة لدي لما تستغربوا. واللي بيدخلوا لهم عاملين تكاسة ويقوموا يفتوا ويوقفون في مكان ويقولوا لهم انزلوا ويفتشون ويشيلوا اللي عندهم كله. يا أخي جرام جرام قال لك واحد هنا ما قال لك مصري عليك كدي مصري هو زول ذاته سرقه مصري. قال لك جاي من المانيا، قال لك عندنا من الدولة ولا شنو كدي دي؟ قال له شايلهم مبلغ كدي دي في المطار. حسبي الله ونعم. قال لك ادينا نشوف عندك كم، قال لك ادانا اليورو ده يفتش، قال لي مفتش، قال لي رجعوه اللي حشوهم ورق مصر شالوا منه اليورو. قال لك لما فات المسكين رجع شاف قال لي قام حشي ورق هناي مصري جوا. لا والله السودان مأساة هم في بعضنا اللي يسرقوا إن شاء الله يطلعوا زيتهم. لكن السودانيين النقبة اللي عايشيننا والمأساة اللي عايشيننا يزيدوا عليهم ولا يخففوا عليهم. نحن ياما وين المصريين ديل، ياما قسمنا حاجات حقنا معاهم، ياما ناسنا غشيمين فتحنا يعني أبواب. يا غشام الحرب دي درس، ناسنا ذاته مساكين وغشيمين. هسي انت عارفه الناس بشوم بلسانهم ساي ديل ما هبشوم يعني ما نشلوهن ولا كده. في ناس بلسانهم ساي غشون هم لسانهم حلو طبعا. لا يا زهرة، السوداني ده هيتعلم 200 لما نصل القيامة برجلين ويقولوا لها دي النار ودي الجنة. ده ما درس. انتوا حتتعظوا 200 وهتفهموا 200 وهتعرفوا 200. لو ما استفدتوا من الوضع الآن الحاصل ده والمشكلة اللي نحن في وشنا دي هنستفيد. السفارة بتسوي في شنو يعني؟ السفارة دي في أي دولة نايمة؟ ديل برك الله شوفي يسفرون بكوريج ودون الآخرة. سفارة شنو يا زهرة يا أخي؟ في أي دولة نحن عندنا في لندن دي خير عدم، في أي دولة فاشلة. ما عندنا سفارات نحن في كل العالم ما عندنا سفارات. عبارة عن شغلة مجرمة بس شفت لابسين شفت بس بدلوا هنا وقاعدين في المكاتب. انا عايزه اقول لك حاجه ما اي دور. احنا عندنا، انا في كندا هسه السفاره عندنا في اتوا السكرتيره اللبنانيه. ها؟ السكرتيره في السفاره السودانيه لبنانيه. ليه؟ ما هشوفي انا ما قلت لك نحن ذات وغايته نحن بس شطر في اي شيء. والله وجع يقتل اقسم بالله وجعنا نحن. سبحان الله خيرنا لغيرنا. يعني انت حتى المصريين اللي قاعدين قبوله كيفك تمام. اي دي قالت لبنانية هناك في هولندا مغربية. وهنا دي برضو ما سودانية، تخيلي فلسطينية. انتوا ليه انا لما اتصل السفارة السودانية ترد علي اللبنانية. هسه اللبنانية دي لو في السفارة بتاعتهم بيشغل سودانية
لبنانية شنو والله، نحن بالنسبة تعرف لنا نحن تساوي سفنجتها. ده لبترنا كمان عنصرنا خير ده شوية، خير لا مصريين لا شوية. لا، ايه ما زول بطالة. لا اللبنانية السفارة قالوا سودانية تسد نيتهم بركة الله. سودانية يعني تكون فيها امرأة سودانية لابسة ثوب الأبيض تمثل السودان. لا 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 ما لا، عندهم ما قالوا كده. يجيبوا لبنانية عشان جمالها، ولا مصرية ولا مغربية عشان جسمها. هم ما قاعدين فاقد يعملوا. إنه عشان يقعدوا عشان يقعدوا يتغزلوا فيها ويشغلوها ويقولون حاجة أيوة يتنصقوا فيها. وسبحان الله وتلقيه المبلغ أو الراتب اللي بتاخده في واحدة $5,000. سودانية متعلمة أكثر منها بمراحل، وتلقيها والله عاطلة قاعدة في البيت بتعمل في بنات الملاهي بتعمل في الكسر. قدموا بنات متخرجين متخصصين يعني في شغل السكرتارية، ما أجيب لهم. هي شغالة بدوها $5,000. وامشي للسفارة اللبنانية شوفي كان شغلوا سودانية يا اخي، ده المضحكين بين لا كان مشت بيضنين أقسم لما جت. بالله كنيس شفت تنظف الحمامات ما يخلوكي، نظافة الحمامات وكنيس المجلس ما يخلوكي، بس خلي احنا كمان لغيرنا. بس دي الحاجة اللي فهمتها انا. شفت في مصر وجعنا ديل يكتب. قاعدين في مصر ديل، المفروض ان الواحدة لو دايره لها تاكسي ده مش تفتش السودانيين، المفروض السودانيين اللي في مصر يعني زي ما بقول يا ميار هم السودانيين ذاتهم ما بقوا ماسغة، والواحد ما مفروض يثق أي فيهم والله كويس، العظيم. لأنه السوداني ممكن يبيع يكسر من المصري بكثير، ولأنهم ناس غدارين وناس كذابين، تغير كتير. بالذات الرجال ما تقدري تثقي فيهم، وده والنسوان نظرت منهم كمان نقع وين يا أختي. الواحد بس يثق في روحه ويقوم يعمل حاجاته براه. بس زي ما تقولي كده خيرنا لغيرنا بس. ممكن حصل لنا شنو السودانيين ديل، حصل لهم تجي شنو؟ جنسية تانية يشكر لك السودانية كان سوداني ده تقول الله، ولما تقابلك انت دي بالله بيكون لك خصاصة. أيوه نحن المشكلة هبل بنصدق طوالي. لما مثلا أنا تلقى مجلس فيه أجانب وريني بيكبروا ليه، لك راسك. اشرح لي حكايه بيكبروا لك التصديق راسك. الطوالي ده ليه؟ ايوه لازم، ما هبل. انا دي في وجهة نظر انا بشوفها هبالة بس ما اكتر، لانه انت ما تصدق اي احد بيقول لك كلمه انت طوال صدقتها. قال لك انت ما شاء الله عليك، انت زول زي ما بيقولوا طيب، وانت زول قلبك ابيض، وانت طوال اتنفخت تاني خلاص. بتدي اي كلمه بتديها بتطلع من اعماق قلبك، كلمه صادقه، وديلك هناك بيتكلموا معاك بلغه النفاق وبلغه الكذب، وانت هنا بتصدق الهبل. ضلال بشكل مو طبيعي. كلام فاضي صاير والله العظيم. في النهاية طردوهم بس مشكلة بعد ما والله يسمعوا منه. في واحد بتاع تاكسي مصري كان سايق لي واحد كويتي، فبيمدح فيه يعني بيقول لي كلام جميل وكده ما أعرف شنو، والسعودية وأهل السعودية. قال لي وأنا أنا ما سعودي. قال لي لا، قال له بجد يعني أنا ما سعودي. قال لي أنت بجد ما سعودي؟ قال لي ليه يعني أنت ليه، أنا سعودي ولا كويتي؟ قال لي أنا شامي ريحة النبي. فشوف الناس دماغه كيف عشان ياخد منه فلوس يعني. ايوه ناس بيحاولوا زي ما بيقولوا يلفوا راسك باي طريقه عشان يتحصلوا لمصلحتهم. دي فطرتهم، دي حاجه قاموا عليها، وناس ملحلحين بجد. انا بهنيهم، ناس ملحلحين شديد، ما زينا نحن ناس هبل. ايوه احنا ما هبل، احنا ناس كويسين من جوا، نظيفين، ما بنعرف نغش، ما بنعرف يعني. كنا هسه الحاجات الجديده الظاهره دي انا ما بعرف، لكن كنا ناس كويسين. تتعاملي مع الشخص اللي قدامك على حسب اسلوبه، ما اي احد تفتح له قلبك. نحن عندنا الطيبه كتير. احنا عندنا الطيبة لما عوارة. بعدين اقول لك حاجة سبحان الله، يعني السنة معظم الشعوب دي هنا دي ما لقيت لي معظم الشعوب هنا دي بشكروا لك السودانيين. يا سلام، اطيب شعب، اطيب ناس، اطيب هنا. الشكروا قدامه يا جماعه، بيقولوا الشكروا قدامه نبذوه. انت لما يجي احد يشكرك فيس تو فيس اعلم تماما بانه داير يرفع من معنوياتك ما اكتر، وده تلقيه بيتكشف زي نار القصب وبصدق طوالي. مشكلتنا هنا الصدق يا جماعه، الصدق بصدق طوالي
لما تعيش الزول اللحظة. انت يا دكتور حسان الزول من بنبرش كلامه الرياكشن صح، كلامه صح الرياكشن دكتور حسان. هاي بنبرش الزول من لما الرياكشن تقول لي بتاعه طيب بتعرف وطيب لو عنده قلت دم لك يديك ليه. الزول الكذاب ما ظاهر صحيح. من الرياكشن ايوه بتاعه بتعرف انه لو كذاب والله كان صادق. ايوه بالضبط كده. يعني فلما الشخص الصادق مثلا لما يمدحك بحاجه، اول حاجه بيمدحك باخلاقك. ده الشخص اللي بتعرف انه هو انسان صادق جدا. لا بيمدحك زي ما بيقولوا بجمالك، لا بيمدحك بلبسك، لا بيمدحك باخلاقك وبحسن التربيه. ده الانسان الصادق اللي ما عنده مصلحه عندك. لكن ده مما يقول لك ما شاء الله تبارك الله شكلك جميل وما عارف شنو و بيحاول يوقعك في فخ باي طريقه. والله يا يكون جماعة عايز منك بالمختصر شيء. المفيد طبعا بالمختصر ايوه المفيد اكيد كده. داير منك مصلحه. بس بالمختصر المفيد كده بس عايل لعب على الزول بتوريك جواه هو شو كان صادق كان كذاب. بالضبط كده. يا زهرة نحن لو بنعاين لأبعاد الإنسان الناس اللي حوالينا كنا ضيعنا بلد كامل. يا زهرة يا أنت بتتكلم والله عن يا إيش يا حبيبة؟ بس الحمد لله نحن ما بنمشي الغلط. قبولة ازاي؟ احنا ما قبلانين ببعض، احنا ما بنحب بعض ذاته اصلا. بالضبط كده نحن خيرنا لغير. زيك وين انت يا زولا ما ظاهرة ما عليك. يعني ناس تشوف احنا عايشين في والله غربة، مشتاقين وسألت منك. الناس يعني تمشي الشارع بتشوفي كل اطياف العالم. اختفيتي مرة اي واحدة حته حبيبتي. في اي دولة آخر ناغة ما وآخر في زول بيتكلم مع جمال وآخر زول. ملامح انت يا سودانية حبيبتي عاد بقت حالاتها ما شاء الله حلاوة مقبولة. حلا والله لموديل بقت ما شاء الله سوداني موديل سوداني. قبولة قبولة احترف انا غايته. الافرو تاني انا وبترجع غايته ريبة لحالتها القديمة. لا 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 حبيبتي قبولة دي انا شاكي غايته. قبولة دي خطبوها. قبولة دي انا شاكي انه خطبوها لانه هاي بقت اليوم دي ما حاكمة شاء الله الوضع. مفرهدة تبارك الله، خدرت كده ونورت ما شاء الله. ما بقت حليوونة ما شاء الله. معنويات فوق. راسي ماشي قاعدة كبير قاعدة ماشي كبير. قاعدة المخدة هاي ملل عارفة قبل ما قال لك الكلام ده. المخدة وبقت ملل سفيرة راس. للسودان وتوغلت في هويتنا السودانية طيب ما شاء الله وتنشر في تبارك الله. ثقافتنا. يعني كان قالوا يا جماعة صحيح الشعر ده يعني تاج المرأة ما كذبوا. والله هم ما كذبوا. والله فعلا. قبولة ده انا شفت ما تحلقي شعرك ده، خليه يطول، خليه يطول اكثر واكثر. لانه الشعر لايق عليك، لايق عليك الشعر اقسم والتوفيق بالله. حلو يا قبولة، التوفيق رهيب. حرستك يبقى عرض عليك. اي انا والله. الدوش الشماعة يا ندوش الشماعة نسيتها انت. يا دكتور حسان يبطل غزل، يبطل انجلاب واحسن لي. النصيحة انا ما صالحتك للنهاية واحسن في دمك معاي. النصيحة انا ما صالحتك يا جماعة جوجو نملة ديل وين الليلة؟ انجلاش للدرجة قريبة دي. نامت ولا شو؟ ما نقوم ننكشف. نملة ديل وين الليلة؟ قريبة نامت ولا شو؟ ما نقوم ننكشف. جوجو وين يا جماعة؟ في صوت جوجو وين؟ ميار، صوتك بيعمل صدى. في صوت ميار، صوتك بيعمل صدى. في تردد. دي اتش اعمل ايه؟ ميوت كده بقى. في تردد يا ميار. في حد جاته مكالمة كده ما في تردد. اي بي اتش شكلها جاء هنا جاء. وانتي دي قبولة ما قاعدة تشوفي اطلالات ندى كيف ما قاعدة تشوفي اطلالاتها؟ كيف يعني ما قاعد دمار أشوف قنبلة إطلالات؟ قنبلة نووية ما شاء الله تبارك الرحمن. شوف عمر الزهور عمر طبعا يا الزهور. ندايا وريت الالتياب بتاعتك لبنات خالتي ولنسوان اوكسفورد هناك وعجبتهم شديد. بالذات الثوب الاخضر لانه انا عجبني الثوب الاخضر حبيبتي يا ناس، خلاص بنزله لك عرضي لي انت. ايوه تحت قطيفه وفوق تل صح؟ ايوه في اشكال ثانيه عملتها. الفكرة مبالغة. دخلتي لي ولا رسلتي لي الادرس يا قبوله ولا عملتي؟ هي انا دوي انت ما عندك الرقم يا اختي. ايوه ما كنت ظهر تتصل. لي. يعني الدوية دي أي كلمتك 3 مرات. يعني لي الدوية زهره خلاها ترسلوا لي.
لكن في الخاص اديك بالدية لون الا الاخضر حبيبية جوجو من ذات عجبتها جلابية حرسيلة لها برضه تعريضة لي لأنه في حتكون حاجة واو. شكرا يا يا جماعة. النصيحة الحساني قبولة دي كان لبسة شوال خش بيجي فوق. النصيحة يا جماعة إن أنتوا ساعدوا موت بيها. هيا ميار شوفي جنس شعلك الكلام ده يا براك. ميار. هيا ميار نحن نفتح الباب ونطلع ولا نخلي الطابق مفتوح. النصيحة والله يا ندى بصراحة كده قبولة اليومين دي اختي اللي شايفاه لا شوفها. هذا أنا الشيء زعلت. يا فاضي وبعدين والله قال لي شايفة ليش قال أقضب لا دايرك شايفة. سودانية بحتة، دايرك سودانية بحتة. ملامح السودان دي تكون والله مية مية. حالاتها ما شاء عاد الله طبيعي. القعدة وعاد الوش ناير وعاد الثوب الربط وذاتكم وعاد مخلوق الشعر. لكن سبحان الله. أنا ما هديت على الحاجة دي يمكن خلاص راس لان. لا لا ما شاء الله والله اليومين دي يعني ما شاء الله تبارك الله. ثانك يو إن ثانك شاء الله يو يا قبول إن شاء الله شكرا لك والله والله. نتمنى ذلك والله. عجب من الدوية. من الدوية ذاته والله ما شاء الله. لا الندوية قمر 14. أنا طبعا لما أشوفها ما شاء الله. طبعا أول تعليق بيجي في لساني، لكن مرات ما بكتبه. الناس ممكن تفهم خطأ. بقول لها قلبي الصغير لا يتحمل. بقوم بفتح الباب إطلالة حقتي قلبي الصغير لا يتحمل. هذه قالت ابصم بالعشرة الحساني ده متزوج. وش؟ دير اخواتها يا جماعة. يا بنت الحساني ده اخونا وحبيبنا وصديقنا وزورنا ومتصور معانا وصورة كبيرة بوستر كبير. وكمان انا زعلانة منه اديك الزيت. شوف كمان اخوان بنزعل. اي والله. كله إلا زعلك. لما بغفر لك في حالة واحدة اجيب بقول لك خليها. النصيحة ندى دي ما شاء الله تبارك الله يعني صور جمال أناقة ما شاء الله. حلوة عيونك يا ميار. تبارك الله. ما عادي يا ندى زاد يقول الحق ما قدام. حلوة جوا وبرا وحط ربي يا ما شاء الله ميار. تبارك انت ما الله. سهلة ذاتك والله بيد عسل. ميار طبعا نحن ما شفناها، لكن من خلال صوتها بنقيمها. هي تبارك الرحمن الله يحفظها ويغطي عليها. عليها. لكن صورة ما شفناها والله. شفناه نحن. كان شفتها بجعلتك يا ولد التعاوير. وصفي. بعد يوم ما سمحت البنات لي حدهن. عاد تبارك الله. ثقيل جميل حسين وكل شيء سمح فيها متوفر. ما شاء الله تبارك الله. تبارك الله. من ذوقك بس يعني. عقبال ما نشوف نحن ونغير. عيني الحساني مش سماحة جوهر، سماحة الدوائر. أيوه. سمحة من جواها. السلام. لا هي من جواها تبارك الرحمن. لسانه طيبتها واخلاقها ولسانه، انسانه متعلمه، انسانه ما شاء الله فاهمه جدا. وربنا زي ما بقولوا الكمال لله، لكن مكتمله تبارك الرحمن. بس الا الشكل اللي ما شفناه. لكن الشكل انا بتخيله خيال بانه هي انسانه جميله. السماحه السوداني، سماحه السودانيات النديانه لما فتره انا ما شاء الله تبارك الله. الله يحفظه ويغطي عليها يا رب. تسلمي من ذوقك. الليله تشوفوا في عيال ان شاء الله. الليله ما بنوم. لا نومي والباقي نوم. وضحكتها دي كان شفتها يوم فتحت الكاميرا وتجفل. مع الحياة بتاع حياة السودانيات الزمان داك اللي بيخليك زايدك جمال وألغ عسل. بس يا الحساني والله يا ميار والله الكلام ده بقوله ما منع فيه ولا فرضا على نفسي، لكن بقوله بكل سلاسة وبيطلع مني عفوا، لأنه دي حاجة التمست فيك وشفت فيه يعني إحساسي بك من أول يوم اتعاملت معاك وتواصلت معاك خارج منصة التيك توك. أنا يعني قريتك كده، شفت من صوتك، شفت من الحنين اللي في صوتك، ركبت شخصيتك اشهد الله وما تخزلت فيه وما حصل. خديت قريت زول في سفيريا كده
ما صيغتي طلعت في محلها فيه. والله يعني الدوي ده من ذوقك واصلك. والحساني والله ونمولة ثاني ولك وجوجو والله. وقبولة كلكم ما شفت منكم إلا والله كله والله خير. ناس اخوان وسميرة بصراحة كده ما شفنا منها. وشيري يا سلام. والله وجوفانا، لكن سحرونا غاية والناس اتفرتقت. إن شاء الله ربنا يرجع التواصل، يمدد التواصل من ان تاني شاء الله يا رب والناس والله. ترجع أحلى من أول. يا أخي الدنيا دي يا ما ان شاء الله. جماعة انتوا يا جماعه ام محمد وين انتوا يا جماعه؟ ام محمد تسلم يا رب. والله يا ام محمد دي طولنا منها يا الحسان. ما الزولة دي زعلانه ولا في ضديات ولا الحاصل شنو عليها؟ عادي يا أم التيمان، رسلي صورتك وبعد ذاك عاد أنا بقوم شنو بلخص الصورة، بلخصها عاد الليلة بوضح جمولة وين؟ للمشاهد الليلة جود وين؟ المشاهد والمتلقي طوالي. بقوم بس أوصف كده وصف دقيق. لما لو كان شاعر سموه على الشاعر ده لو مر بينتهي يقوم طوالي ينزل يطلع فيك قصيدة. هسه عايزة أكلمه ويعمل لي اكتب لي زهرة دي لميار، اكتب لها قصيدة. يا اخواني جوجو دي وين يا انتوا؟ سلام. نمولة ما دي شكلها عارفة الناس نامت. ديل مشوا وين؟ والله يعرفون مش وين. والله يا جماعه انا بستاذن منكم الساعه 2:30 والله ودار من هاي 2:30 احنا عندنا وقت. اي والله العظيم. الونسه انا غايت لما زي ما يقولوا اتعمق في والله الونسه الونسة ما بنتبه حلوة. للوقت. ونسة حلوة. هاي شغال بكرة يا دكتور يا سلام حسن. يا اخي. يلا في امان الله، تصبحوا على خير يا جماعه. تحياتنا للمدام. يلا لو شغال يلا نعم. الله يعزك. عوافيك يا حسن. يبلغ ان شاء الله. الله يعزكم يا رب. تسلموا كثير. الله يخليك. عندنا بقانا وميار ومتيمة. مريومة وين يا جماعة؟ سألوا يوم دي وقت من لانا. ازيكم؟ وقت منا. كيف حالكم؟ وين يا أم التيمان؟ اخباركم الدوية؟ ازيك؟ مشتاقين. ميار والحمد جوجو لله. الحساني نزل شايفة، ونمولة كيفكم؟ كلكم تمام؟ والله الحمد لله. والله نمولة دي الليلة عاد الليلة عاد شفنا ميار بس بوصف ندوية. شفنا ميار الليلة ما شاء الله تبارك الله. حقيقة والله حتشوفها ما شاء الله. في الواقع. حتقول لي يا ندى عاد بس ياها نفس الملامح والشبه، نفس ما الوصل شاء اللي الله. وصلت علينا نفسها. والله ما شاء الله كأنها قدامنا. وسبحان الله أنا طبعا شفت صورك ما شاء الله تبارك الله. ربنا يحفظك ندوية إن شاء الله يعني ما شاء الله والله جمال والله. يحفظكم جميعا. ما شاء الله تبارك الله. ما في كلام. كبرنا على الصور تصدقي، لكن مرة كده بقول أنافس الموديل بتاع الندى نعمل معاهم حركتين. ما شاء الله والله ما في كلام أصلا والله. ما في كلام. ربنا يحفظك إن شاء الله يخلي لك عيالك يا رب العالمين. اللهم آمين. جمعا يا رب لكم بالمثل. كنت دايرة شاغل الحساني لكن شايفة نزل. واحدة قالت الحساني ده ما متزوج. هرشته يكونوا هرشوا الحساني. بشكر شكر وقال بتعرفنا كلنا واحدة. أيوة قال. اليوم دي قلنا ليه، قال لنا حايمة يا هذه معانا هنا في اللايف ده. قلت له مريقة لينا ما طلعت. زهجانة لكن بيناتهم في صيغة متبادلة. أيوة أكيد طبعا دي أهم حاجة. حكى لنا نحن ما سألنا نفس الكلام ده. وزهرة مرة قالت لي انت مرتك دي ما بتزعلي يا الحسن وين حساني ده تغزلت فيه جنس غزل أسامينا دي كلها قال عارفاهن. واحد قال يا سلام دي الثقة ذاتها. والله ما شاء الله. والله هو قال محترم بصراحة كده يعني. أنا فتحت اللايف ده من ما بدأ، وتخيلي نمت أنا صحيت قبل شوية لقيت التلفون ده شغال ينضم براو. تلفت بهنا وبهنا فاتحاو من ما بدأ اللايف ده، لكن أنا نمت فجأة والله. إلا صحيت بصوتكم قبل شوية لقيت التلفون شغال. لا ما نمت يا منو ندى حبيبتي. والله كنت بشور في ملابس سامعاكم لكن بس ما دارت افتح لكم الصوت عشان الجوطة. مع الغسيل كيف والله الحمد لله. والله من الصباح بغسل.
حول الغسيل ما بيكمل. ربنا الحمد يعينك. لله. بصوا المكوى دي ما بتنتهي. أي والله. بس الحمد لله. كيفكم؟ أم التيمام مختفية يا أختي. والله قاعدة مريم وين؟ مريومة وين؟ مريومة ما شايفينها. أو مريم ذاتها مختفية. مريم الليلة ما جات. انت عارفة انا الليلة كنت امبارح في برضه ما مشوار جات. وجيت وفتحت اللايف ده، شفتي من بدأ هسه بقول لي ديل فتحت اللايف وفجأة لقيت روحي نمت. انا صحيت هسه يمكن قبل 10 دقايق بس، لقيت ديل بيتكلموا، لك التليفون شغال ينضم، تلفت بهنا وبهنا، عينت للساعة لقيت روحي انا كنت نايمة والله. يعني من قبل كنت حتى دايرة اخش لي نمت والله. انت عارفة احنا العوافي يا أم بنساهر. التيمان. الله يعافيك حبيبتي. انت عارفة بنساهر السهر ده، يعني انا اصلي الصبح واقوم اخش وامرق حتى انوم مرات لحد الساعة قريب 10 حتى اخذ لي غمضة اقوم صلاة الظهر، خلاص تاني بكون مدورة. يلا السهر النوم بيكون راقد، ما يعني فرق النوم ده شفتي يلا برات في اي لحظة كده الزول بيجي غفوة بتجر معاه. بس انا صح. كنت لسه أنا اصحى ذاتي في اليومين دول الغفوة قاعدة نمت أسهر. لقيت نومة طويلة شديد، لكن أنا انت هسه بعد ده تاني الصبح جا خلاص ما في نوم. ممتحنة بتقرا جيت ناس أختي يومي بتناولني 3:30. حسي هذه من قبل بتقرا مع بتتونس مع صاحبتي، قلت لها قومي الليلة ما بتسهري بي لحد الساعة. انت مالك ومال كلامي؟ انت عندك مدرسة، انا عندي مدرسة، انا عندي مدرسة، انا ما عندي مدرسة. بس حسيت بديك حسي على بال ما اقفل اللايف ده لقاك قفلتي الباب ده وطلعتي من هنا. بس دي زي حكاية بنتي، انت يا ماما انتوا مزعجين، وقت اكون بتكلم بهنا مزعجين يا ماما، قلت لها امشي هناك جوا انا مالك ومالي بتكلم كده انا لهم الوقت. لي فترة ما طلعت لايف الليلة لانه حلقي والنوم ما جايني. قبل كنت نعسانة لما جاي على جيت البيت النوم طار. كل يوم هي اقول لها انا نعسانة امشي. هسي الليلة حلفت ما حاقفل الا هي تكفي. والله يا اخي قلق قراية التلفونات يا ميار، شوفي ايوه الأغنية دي وصلته وين ونحن ايوه زمان القراية بجد اي شيء بقى نقعد يقفلوا علينا بالتليفون. باب الغرفة والكتاب ونلخص والله يا أيام. لكن هنا الانترنت ده قرب اي حاجة والسهر بجد قرب اي شيء خلاهم، لكن لا يجتهدوا لا ده لا ده اي حاجة بس يجوا للنت للأسف الشديد ما يعني بيتعبوا نهائي في حاجة. لهاهم من حاجات كثيرة، حتى من قربه لرب العالمين والله. ايوه لهاهم في ايوه حتات حساسة جدا جدا. هو ده يعني المقصود من الميديا دي ذاتها أيوة كده، أيوة تلهي أيوة عايزين الناس، يشغلوهم عن تلهي الناس عن الإسلام الصلاة بالضبط. عن الذكر عن أي حاجة. يعني في ناس كمان مدمنين شديد، يعني الواحد ما بيعمل أي شيء تلقى الوقت كله بس حايم في الميديا. بعرف جزئية كبيرة من الناس دي. انت عارفة ديل بيدخلوا من لايف للايف بيقول لي نحن اليوم كله قاعدين في اللايف. قلت لهم والله انا اللايفات دي الا بالميسة بقى برجع بيتي واعمل حاجاتي واصلي واقعد يكون ما عندي برنامج بفتحه، لكن كده عشان ادمن اقعد يومي كده 24 ساعة قابل الانترنت. ديل ما عندهم برنامج في حياتهم، ناس فاضية يعني، ناس فارغة شديد. أيوه هو هسه عامل للناس برامج، يعني ده بقى التلفون ده يعني، هو الناس بقت بس ما تطلع من هنا تخش هنا ما تفرج. بخليه يسيطر علي يعني أكتر من أيوه اللازم. أيوه مشكلة والله. لازم انت تكوني بعيدة منه يعني من فترة لفترة، ما تكوني أسيرة له.